السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر وشاع في الناس ما يعرف بالحكم على نوايا وضمائر الأحياء وبالحكم على مصائر ومآلات الموتى، فهذا بزعمهم مسلم وهذا كافر، وهذا في الجنة وهذا في النار، وهذا من الفرقة الناجية والحمد لله، وهذا من الفرقة الضالة الهالكة والعياذ بالله، وهذا شهيد وهذا ليس بشهيد، وهكذا دواليك وهلم جرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله إني لأتعجب ثم لا ينقضي عجب الدهر. يصادرون صلاحيات الرب ويتحدثون على لسانه كما لو كانوا وكلاءه على خلقه، أو كما لو أنه قد أوحي إليهم بما لم يوحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا في حياته كلها، ربما إلا مرات قلائل بعدد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وهو مؤيد بالوحي وممكن بالوحي، فقال هذا في الجنة وهذا في النار. وأنت من أنت أيها المأفون أيها المغفل، وبالحري أنت مسكين لا تفقه شيئا. تحضرني مقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان قد سمع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يتحدثون عن قتل القادسية واليرموك فيصفونهم بالشهداء، فقال مستهجنا لهم: إن شهداءكم إذا لكثير. في صحيح البخاري عن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها قالت: اقتسم المهاجرون قرعة، والفعل هنا مبني للمجهول، أرادت أن تقول اقتسم الأنصار المهاجرين قرعة. قالت: فطار في قرعتنا، أو قالت في نصيبنا أو في حظنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فأنزلناه في أبيوتنا. قالت: فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل ودفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. قالت: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي وقال: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ومن يكرم الله؟ قالت: فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، أي الموت، وإني لأرجو الله له الخير. والله لا أدري، ركزوا على هذه الموضوعة الصغيرة. والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا من تحكمون على الناس بالنار والجنة وبالإسلام والكفر، اتقوا الله اتقوا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا أدري وأنا رسول الله، مؤيد بالوحي، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا به. قالت: فقلت: والله لا أزكي بعده أحدا. فاتقوا الله يا إخوان، اتقوا الله، لا تحكموا بالجنة والنار ولا بالكفر والإيمان على أحد. أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل عما تقولون.